آه، أنا عارف إن كل واحد أو كل مرة أنتوا بتاخدوا رسالة معينة. وأعترف إن أنا من جوايا كنت عايز أتكلم عن موضوع الحرية والعبودية بتاعت المرة اللي فاتت. بس بما إن هي ديت فإحنا إيه، قلت أضحك عليهم وخدت حاجة في رسالة أفسس، بس هروح للحرية برضه، يعني هروح في الموضوع برضه، بس مش هقول يعني هعمل كده بس مش هقول. يعني بينا وبين بعض ما تقولهمش يعني. بس طبعا انا عارف ان انتوا بتاخدوا افسس، احنا مش في الرساله. تمام. في الرساله طبعا كل رساله ليها ظروفها وليها دنيتها. انا بصراحه مش هحكي عن المعلومات. يعني رساله افسس فارق معايا خالص ان هي تتعرف ان هي من ضمن الرسائل اللي هي مش متاخده للصراعات. يعني هي فكره بتحكي. صدقني مفيش مشكله، سيبه خالص. الكاميرا ماشي، انت احمي الكاميرا بس. ف هي بتتكلم عن ازاي ان المسيح ده ملك، وبتتكلم عن حياتنا المسيحيه، وقد ايه ان هو بيتكلم على التعليم المسيحي وسلوكنا كمسيحيين. الغريب جدا ان الرساله دي اتكتبت في ظروف صعبه، ان هو كتبها وهو في السجن. ما تحسش بكده خالص. ويمكن ده احد الحاجات اللي ممكن نعلق عليها النهارده، لان دايما احنا لما بنيجي في الاغلب كده لو واحد عنده موقف صعب، فهو بيرسم حياته. يعني لما اجي اتكلم مع الناس فانا بتكلم من خلال فضوء انا هذا الموقف يعني. ولو انت متعرفش عني كده هغيب وهقول لك. يعني هي باين عليا، باين في كلامي، وان ما ادركتهاش هقول لك. فبولس الرسول الرساله دي ما تحسسكش ازاي يا عم انت موجود في ظرف محنه، ازاي في اسر، ازاي في سجن، ازاي في كده يعني. فدي حته غريبه قوي. الايه اللي احنا اخترناها اسمها ايه؟ قلنا ايه؟ مستنيره عيون اذهانكم لنعرف ايه الرجاء اللي لينا في المسيح. بس هشارككم بحاجه الاول. خلاص تعالوا كده مع بعض النهارده هنخلط كده شويه حاجات، هلخبطكم شويه. نطلع كده مع بعض لوقا. لوقا اصحاح 4 عدد 18. كويس ان هي طالعه عشان مش هقولها، تشوفوها وتقروها. طبعا دي اللي هي رساله المسيح، هدف من اهداف التجسد اللي ربنا نادى بيه، وان هو نفس ربنا هو اللي قال عليه. صح كده؟ هي اهي. يلا قروها كده. روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأشفي المنكسر القلوب، لأنادي للمكسورين بالإطلاق وللعمي بالبصر، وأرسل المستضعفين بالحرية. تمام. واكرز بسنة الرب المقبول. كلنا لما بنيجي نشوف الآية دي تحس إن آية فخمة عميقة كده، غنية أوي. تحس إن كل كلمة فيها بموضوع صعب خالص. بس أنا عن نفسي في اكتشاف كان بالنسبة لي قوي جدا في الآية دي، كنتش واخد بالي منه، يعني اتفاجئت بيه مع الوقت يعني. طول الوقت وأنا بقرا الآية دي، تمام، باجي كده فعلا ربنا فعلا بشر المساكين، وفعلا شفى منكسر القلوب، وفعلا المأسورين بالإطلاق، وفعلا العمي بالبصر، ده المولود أعمى. صح كده؟ صح؟ لا مش صح. لأن العمي بالبصر اشمعنى المرض ده بس اللي ربنا ذكره؟ يعني لو كان العمي هنا بالبصر كان ده مرض العمى، طب ليه بس هو اللي ذكره؟ طب ما هو شفى نزيفي الدم، شفى الأبرص، في أمراض كتير، اشمعنى المرض ده؟ هو ما كانش يقصد بيه المرض الجسدي. العمي بالبصر يقصد بيه العمى.
عمى البصيرة، عمى النفس اللي مش شايفة. دي كانت هي الأساس. وللعمي بالبصر. تخيلوا إن موضوع الذهن ده مستنير عيون أذهانكم، ده موضوع طلع كبير جدا وموجود في كذا حاجة. تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم. لازم هتغير إزاي؟ تجديد الذهن. وكلمات كتيرة جدا تخص الذهن اتقالت، وصلت حوالي 25 مرة في الرسائل أو في العهد الجديد. بس بولس الرسول ركز قوي على موضوع الذهن ده واشتغل عليه. وهنا نكتشف ان لا، موضوع الذهن ده هدف من اهداف اللي ربنا حطه وهو جاي على الارض، لان هو اتصدم بده. احدى الصدمات بتاعت ربنا مع الناس اللي على الارض كانت في قراءات النهارده. تعالوا نقرا مع بعض قراءات النهارده. متى 15، اخر آية في متى 15 واول 12 آية في متى 16. طبعا احنا عارفين ان الحد اللي جاي حد ايه؟ تجربة. ومفروض ان احنا الايام دي في القراءات مركزين مع الاحداث دي. فالنهارده الكنيسة مختارة جزء مهم. تعالوا كده نتطرق ليه ونشوف بيحكي عن ايه. 39 بس دي بداية قراءة انجيل باكر النهارده. فنقراها ونقرا ايه ال 12 آية بتوع صح 16. ثم صرف الجموع وصعد للسفينة وجاء إلى تخوم مجدل، وجاء إليه الفريسيون والصديقون ليجربوه، فسألوه إن يريهم آية من السماء. فأجاب وقال لهم: إذا كان المساء قلتم صحوا، لأن السماء محمرة، وفي الصباح اليوم شتاء، لأن السماء محمرة بعبوسة. يا مراؤون، تعرفون أن تميزوا وجه السماء، وأما علامات الأزمنة فلا تستطيعون. جيل شرير فاسق يلتمس آية ولا تعطى له آية إلا آية يونان الذي النبي، ثم تركهم ومضى. ولما جاء تلاميذه إلى العبر نسوا أن يأخذوا خبزا، وقال لهم يسوع: انظروا وتحرزوا من خمير الفريسيين والصديقون. ففكروا في أنفسهم قائلين: إننا لم نأخذ خبزا. فعلم يسوع وقال لهم: لماذا تفكرون في أنفسكم يا قليل الإيمان؟ إنكم لم تأخذوا خبزا حتى الآن، لا تفهمون ولا تذكرون 5 خبزات 5,000 وكم قف أخذتم، ولا 7 خبزات 4,000 وكم سل أخذتم. كيف لا تفهمون إني ليس عن الخبز قلت لكم أن تحترزوا من خمير الفريسيين والصديقون؟ حينئذ فهموا أنه لم يقل أن يتحرزوا من خمير الخبز، بل من تعليم الفريسيين والصديقون. والمجد لله دائما. الفكرة بقى هنا في حتة شوية، إني دايما وإحنا بنفكر في التجربة بنحس إن التجربة دي هي اللي جاية لنا من بره. أنا قاعد مستعد، مركز في إيه؟ مركز في الحاجات اللي هتحصل حواليا، إن كانت أعداء من الناس، إن كان من كلية، من ظروف معيشة، من غلا، من طموحات، من أفكار. في ضغوط عليا عمالة تضغط عليا، وبحس إن أنا في تجارب من ممكن أمراض، ممكن حاجات كتيرة جدا. أنا بحتاط من تجارب حواليا وحاسس إن التجارب دي هي اللي تكون قاسية، يعني ظلم، شر. بس هنا غريب جدا إني وإحنا بنتكلم على التجربة يجي كده ربنا يتعامل مع الفريسين والكتبة بطريقة، ويتعامل مع التلاميذ بطريقة، وبعدين يقول لهم خلي بالكم من تجربة مختلفة. ايه التجربة المختلفة دي؟ تجربة الفريسين والكتبة. في تجارب جوانا بتحصل، التجارب دي او التجربة دي، وطئ الصراع ده اصعب بكتير من وطئ الصراع اللي جاي من بره. وهو الصراع فين؟ صراع في الذهن.
صراع في الذهن. المعركة كلها هنا، المعركة كلها هنا. كل معركة عدو الخير، كل معاركنا هنا في الذهن ده، كله في الذهن. كان أحد الناس الكتاب في علم النفس يعني قال مقولة، قال إن الذهن ده عامل زي الراديو. أنت وأنت بتيجي تظبط الراديو، الأخبار والحاجات، قنوات مختلفة متنوعة، رسائل مختلفة متنوعة، وأنت بتظبط التردد عشان تجيب القناة اللي أنت عايزها. لكن كله حواليك، كله موجود، كله موجود. من فترة حد كان بيحكي كده ويقول لي أنا زهقان خالص، أنا حاسس إن عصيب بيتكئيبة ومش عارف إيه، أنا بعمل كذا وبعمل كذا وبنام وبعمل كذا. رحت قلت له طب هو أنت الحاجة دي مش كان ده اللي موجود دايما؟ يعني مش ده دايما كان كده ولا كان في وضع مختلف؟ قال لي لا، هو ده كان نفس الحال. قلت له طب إيه اللي اتغير؟ إحنا اللي مختلفين. انت اللي بتستطعم من جواك بشكل مختلف، انت اللي بتقرا الاحداث بشكل مختلف. طبيعه ارضك، طبيعه ذهنك، طبيعه التجربه اللي موجوده جواك هي اللي بتقول انت بتستقبل ده ازاي. لكن الاحداث، في احداث كتيره ما بتتغيرش، يعني الاحداث اللي حوالينا ما بتتغيرش بشكل كبير. ما نقدرش نقول ان هي الدنيا اتغيرت خالص، احنا اللي اختلفنا. يعني طبيعه الذهن دي هي اللي اختلفت، هي اللي اختلفت. قرايتك للأحداث هي اللي اختلفت. عشان كده في معركة اسمها معركة الذهن. ولما نيجي نشوف كلمة مستنير عيون أذهانكم، نفهم كويس جدا إن دي دعوة حقيقية للحياة، للحياة هنا ولخلاصنا. إن لازم ذهني يبقى مستنير، في عينين لازم تتفتح عشان تشوف حاجات ما وراء الأحداث، مش تشوف الأحداث زي ما هي كده، ولا تقرا بالأحداث زي ما هي كده. في آية جميلة جت برضه في أفسس، وفي آية جميلة خالص في كورنثوس. تعالوا نشوف الأفسس، أفسس 4 آية 17. فأقول هذا وأشهد في الرب أن لا تسلكوا فيما بعد كما يسلك سائر الأمم أيضا ببطن ذهنهم. يعني خلي بالك، عدو الخير قدر ينجح إن يعمل إيه؟ إن يبطل الذهن، يبطل الذهن. فأرجوكوا، رسول يعني بولس الرسول بيتمنى وبيرجو الشعب إن أرجوكوا خلي بالكوا على ذهنكم. ما ينفعش تبقوا زي بقية الشعب، بقية الأمم، ما ينفعش. ابطال الذهن معناه الحياة، معناه الحياة. تعال نشوف واحدة تاني في كورنثوس الثانية إصحاح 4 عدد 4. إصحاح 4 عدد 4، كورنثوس الثانية. الذين فيهم إله هذا الدهر قد أعمى أذهان غير المؤمنين لئلا تضيء لهم إنارة الإنجيل، إنجيل مجد المسيح الذي هو صورة الله. دور أساسي لعدو الخير، لإله هذا الدهر، أن يعمل إيه؟ يعمي الأذهان، يعمي الأذهان. عشان كده إله هذا الدهر قد أعمى أذهان مين؟ عشان كده لما يجي يقول لك ندى إن العمي بالبصر، لازم تبقى دي حقيقة، إن دي تكون معجزة أساسية من ضمن المعجزات الأساسية ورسالة المسيح لينا، إن يجي يقول للناس اللي أصيبت بالعمى إن هم إيه؟ بصر. وعايز أقول لكم إن لما تيجي بقى للمولود أعمى، قال لهم كده، قال لهم لو كنتوا فاكرين نفسكم عميان ما كانتش تبقى ليكم خطية، بس دي خليها لحد المولود أعمى. لو كنتوا انتوا قلتوا ان احنا اصل عميان، لكن انتوا شايفين نفسكم مبصرين. وهي دي اللي بيعملوا عدو الخير. هل الفريسيين والكتبة عارفين ان هم عميان؟ لا، هي الخدعة كده، ان يلعب عدو الخير ان يقول لك، يعني يصيبك بالعمى، ان يقول لك ان انت ايه؟ انت مفتح. فلما تعرف ان انت مفتح تبقى انت اعمى. زي بالظبط انت غني وقد استغنيت. لما تقول انا مفتح تبقى انت ايه؟
في الاساس اعمى. لو انت حاسس نفسك فاهم كل حاجه تكتشف ان انت مش فاهم حاجه. مره زمان خالص من سنين طويله جدا يعني، كان في واحد كده من الناس اللي في كليه هندسه يعني، في بدايه السنين يعني، فقعدت معاه كده ومش عارف مين، فبيقول لي انت عارف السرقه ما فيهاش حاجه. قلت له ليه السرقه ما فيهاش حاجه؟ قال لي ان ربنا خلق لنا كل شيء للتمتع، فعادي ان امد ايدي اخد اي حاجه. فسكت كده. قال لي ولا الزنا. قلت له ايه؟ قال لي ولا الزنا. فقلت له ازاي؟ قال لي مشكله الزنا ايه؟ قلت له ايه؟ فقال لي مشكله الزنا ان انت البنت بتنزل من نظر واحترام الراجل، لكن لو ما نزلتش من نظر ومن احترامه يبقى ما فيهوش حاجه. فقلت له انت جايب ده منين؟ يعني انت تبنيت الفكره دي منين؟ قال لي لا انا دي وجهه نظري للامور، انا قريت وشفت ان ده الواقع وده اللي جوايا. حكينا كتير وكده، والشخص ده اترفد من الكليه اوريدي. كانت حاجه صعبه. بس الفكره اللي هنا بتقول ايه؟ ان انت بتقرر ان انت بتقول في ذهنك انا هجيب كل حاجه من خلالي انا، من خلال ذهني انا، وانت مش واخد بالك ان عدو الخير جه ملك. جه ملك. احنا مش جايين نتناقش في ان الذهن اللي بيفكر في فكره شريره ده صح ولا غلط، كلنا عارفين ان الفكره الشريره فكره غلط. بس احنا جايين في الخداع. الفريسيين والكتبه كانوا مخادعين. يعني ايه مرائين؟ يعني هو اوريدي يظهر شيء ومقتنع في نفسه بيه ويبطل حاجه تاني خالص. اللي بيبرر افعاله، واللي بيبرر الحاجه اللي هو بيعملها، اللي بيبرر ده. يعني انا بعمل الحاجه الغلط، يقول لك انت لو بتعمل الحاجه الغلط وانت عارف ان هي غلط ده حاجه كويسه. يعني اعترف ان انت اللي بتعمله ده ايه؟ خطيه. المشكله لو انت بتعمل الخطيه وانت بتبرر لها جواك، انت اللي بتبرر لها جواك. يعني بتدي لنفسك مبررات تقول فيها ان انت مش غلطان، وماله، ما كله، او ايا كانت المبررات اللي ممكن تكون موجوده، بس بتبرر لنفسك اي شيء. اي شيء انت ممكن تكون بتعمله. هو ده بشكل او باخر ايه؟ عمى الذهن. انك مش قادر تميز، مش قادر تفلتر ده، مش قادر. ايه اللي ربنا بيحذر منه التلاميذ؟ بيحذرهم من خمير الفريسين. ايه هو الخمير الفريسين؟ ان هم مش عارفين يميزوا. مش عارفين يميزوا. هم جايين يجربوه. طب وانت واخد بالك وانت داخل تجربه ان انت داخل تجربه؟ لا، هو في ذهنه حاجه تاني خالص. اول قضيه في الذهن يحاربك بيها عدو الخير اللي هي ايه؟ التمييز. انت مش عارف تميز الصح والغلط. مش عارف تميز الصح والغلط. الايام دي عدو الخير بيحاربنا في مقتل في ان انت مش عارف تميز الصح والغلط، وان هو ازاي يبيع لك فكره ان الحاجه دي تمشي من صح لحته والرمادي يخليه صح. اللي انت كنت زمان رافضه دلوقتي ابتديت تقبله شويه. ليه؟ متصدر لك من الاعلام، متصدر لك من النت، متصدر لك من حاجات كتير، فابتدت تتصدر لك حاجات تبتدي تقبلها، تبلعها. احكي لكم قصه. زمان خالص انا كنت بحب احكي مع سواقين التاكس. ما اعرفش، ممكن اكون، على فكره انا ممكن اكون اللي اقوله قلته تاني قبل كده عادي يعني، مش عايز احط حسابات في ذهني يعني، فليكن يعني. بس احكي لكم القصه دي فرقت معايا. كنت كلمت مع كنت احب احكي مع سواقين التاكسي على اساس ان هم عندهم خبرات يعني. بحس ان سواق التاكسي ده عنده خبره. ليه؟ ياما قابل ناس. لسه مقابل واحد اول امبارح بالظبط، يعني في منتهى الهدوء، كم الكلاكسات اللي حواليه، والراجل في منتهى الهدوء لدرجه ان هو حتى ما بيمشيش بالعربيه. يعني هو العربيه بعملها بشويش كده خالص، فبقول له ده انت رايق جدا. فحسيت ان ايه ده؟ ايه الشطاره دي؟ فالمهم سواق التاكسي ايه، فانا كنت بقول له انت شغال الاجره ماشيه بكام؟ مش الاجره دي يعني
يعني انت بتاخد العربيه على كام وصاحب العربيه على كام وكده. قال لي احنا شغالين على الربع، هو بياخد ربع الاجره، واستلم العربيه تكون مفوله وارجعها له اخر اليوم العربيه مفوله. قلت له زي الفل، حلو، وده يطلع معاك. قال لي مكسب رضا وحلو والدنيا والحمد لله تمام، يعني راجل قنوع والدنيا تمام. قال لي بس لحظه واحده كده وهو ماشي، لحظه واحده بس هتلف على علبه السجاير. قلت له ماشي، بس ما تدخنش عشان ما بستحملش وحده. قال لي ماشي. نزل واتلافى ولسه بحكي وكلام من ده. كنا في رحله، يعني احنا مع بعض طالعين رحله. وبعد شويه قال لي بص الراجل مجهز لي سندوتشات مش هطلبها، هو مجهز لي السندوتشات، والراجل جنبيه خد الشاي. فهو وهو معايا في خلال 10 دقايق ربع ساعه كان جاب علبه السجاير والسندوتشات والشاي. فانا ايه ما قدرتش استنى، فرحت قلت له ويا ترى الحاجات الحلوه دي فاني جزء من الربع ولا من التلات ارباع؟ بس قال لا دي لزوم الشغل. رحت قلت له وانت متفق معاه على كده؟ قال لا هو ملوش دعوه. قلت له طب وانت ابتديت كده؟ قال لي لا. بس جت اللي حصل ايه؟ ان واحده واحده هو انا واخد منك الحاجه على ان هي ربع وتلات ارباع. مع الوقت ابتدت تيجي في ذهنه فكره اني طب انا مصدع وعايز اشرب سيجاره، السيجاره دي هتبقى ايه؟ ولا مصرف كل اللي معايا على الحاجه دي؟ فابتدى تفتح معاه ان يبتدي يدخل في خانه لوازم الشغل حته كده رماديه اسمها ايه؟ لزوم الشغل. لزوم الشغل. هو الكلام ده فتحته معاه لاني بقول له طب الراجل بياخد مني؟ قال لي بياخد في الاخر كذا. قلت له كذا بس؟ ما كنتش اعرف في البدايه. قلت له كذا بس دي قليله، حتى الاجره غليت قال لي بس هي كذا بس دي اصل ظروف الشغل كده. فاكتشفت ايه هي ظروف الشغل مع المشي. هو مبرر تماما وراضي تماما وحاسس ان الدنيا دي تماما. هو قبل بده، هو قبل ان هو يكون شايف ان دي طبيعه شغله كده وطبيعه حاجته كده وممكن تتوسع معاه اكتر واكتر. ففي وقت من الاوقات يحصل حاجه اسمها اللي هي شبه شر. ان يحصل ايه؟ يحصل ان انا ابتدي اشوف حته كده على ان هي وماله. عارفين وماله دي توصل لفين؟ توصل اني واحنا بنحب يحصل استغلال، تحصل انانيه في الحب. وماله؟ ما من حقي، حق عليه ان يحصل كده. طب وانت حقك عليه ده جبته منين؟ يعني الحب ده في حد ذاته والعلاقاتنا دي كلها، انت بتحب انا بحب، تكتشف ان في الحب ده الحاجة الجميلة جدا، الحاجة العظيمة جدا، شوف ما يتخلله هذا الحب من عدم تمييز او ذهن مال. فكرة الاستغلال دي فكرة موجودة بشكل او باخر غير عادي. بس بتحبه؟ بحبه جدا، بس انت بتستغله ليه وليه؟ كل انواع الاستغلال. هو هل الناس اللي وصلت لمراحل صعبة هل البدايات كانت كده؟ هل هو كان الشخص اللي وصل لمرحلة صعبة هل كان بيستهدف المرحلة الصعبة دي من البداية؟ في ناس كتيرة لا. أبونا لؤى زمان قال جملة فاكر كويس جدا الكلام ده، من يعني طبعا أنا لسه خريج يعني جديد، بس يعني هي اتقالت من زمن يعني. ففاكر كويس جدا احنا كنا في الأسرة بنعمل اجتماع شهري نعمله في قاعة البابا كولس اللي هي كان قبل ما تتسمى البابا كولس. فساعتها أبونا لؤى قال جملة أنا فاكر الناس إيه ليه؟ الناس اعترضت بقى. قال إيه؟ قال جملة غريبة جدا. قال إن أغلب الناس اللي بيلجأوا لعلاقات عاطفية دي بتبقى نابعة من هجمات شرسة للخطايا الجنسية. فالناس كلها اعترضت ازاي انت تقول كده وليه ومش ليه؟ يعني نتيجة موجات شرسة في حياتك فتطلع في هذا المردود، يعني تطلع في شكل او باخر
تلاقي نفسك مقبل على علاقات عاطفيه كتير، حتى لو علاقات عاطفيه لا يتخللها شيء، بس هي وجه من عرض من اعراض ان عندك طاقه. هو قال كده والراجل وايه وامره لله، يعني هو يعني قالها وخلاص، ساب الناس اللي اعترضت اعترض، وهو كان نفسه فيها سلام وما عندوش مشكله ان هو يحتضن كل الناس. يعني بيقولوا له كان في حته تاني خالص في بعض الامور اللي تعني السلام النفسي. انا ده ما انسالوش، يعني انا ما انسالوش في يوم من الايام شفت احد الناس اللي بتهاجمه جامد جدا جدا وهو في سلام كده وابتسم له كده، فهو في حته تاني من الحته دي يعني خالص يعني. فده فعلا تخيلوا ان ممكن يكون يعني الدافع شيء او المحرك الاساسي نباتات النبع اللي موجود من جوه شيء، والصوره اللي طلعت بيه في الاخر شيء تاني. انت لو مغيب هتتعامل على ده وتمشي بده وانت مش عارف ان في قوه ورا الاحداث بتحرك الموضوع لو انت مش واعي. فالذهن لو اتصاب بعدم التمييز هتلاقي نفسك ايه؟ بتحصل جواك حاجات وتطلع منك على الناس وانت مش واخد بالك. طب فين ضميرك؟ يعني فين احساسك بالحاجه دي؟ صح ولا غلط؟ فين احساسك باللي قدامك؟ صح ولا غلط؟ لا لا لا، هو مش شايف ده، مش قادر يميز ده. يعني انت نفسك تستغرب، هو انت مش واخد بالك؟ تسمع عن قصه ان واحد اتخانق مع واحد وهو نفسه الموضوع باين قوي ان في حاجه غلط. طب انت جبت منين التوحش او الغضب او العنف اللي جواك ده؟ من فتره كنت في زياره كده في احدى القرى، فابونا كده بيوريني مكان ومبنى يعني، فبقول له ده المكان ده حلو قوي ينفع يتعمل ملعب كوره. قال لي احنا كنا عاملينه ملعب كوره بس العيال بتتعصب وبتتنرفز وبتاع فبطلنا فنان. فرحت قلت له سابونا، طب هو الكوره هي اللي عملت عصبيه ولا الكوره هي اللي ظهرت العصبيه؟ مش عايزين مشاكل، ماشي يا سابونا. فهي الفكره ان في حاجات كتير تحت السطح. الذهن لو ما عرفش يفرز ما بين الصح والغلط ويحط حدود قويه ويبتدي يفرز لغايه فين انت طبيعتك فين. يعني مثلا هديكم مثلا، انا هتكلم بصراحه يعني. في واحد في كنا بنطلع رحلات ويحصل العاب وكده ونلعب وبتاع، والالعاب شديده يعني. بس فلقيت ولد ما بيلعبش، انا ما بحبش اللعبه دي، في الاخر جه قال لي بوضوح شديد يعني انا الالعاب دي هتتعبني، انا ما عنديش استعداد ان العب ويحصل احتكاك بيني وبين اي واحده، ما عندوش. هو عارف ان في حته ما، فاهم كويس جدا ان هي الحته دي هتوقعه. واحد عارف ان هو لما هيروح الافراح، انا في الاغلب اروح الكنيسه ومش هروح النادي، ليه؟ لان انا برجع من النادي في مشكله. فقادر دماغه تفرز هو واقف فين، حتى تفرز وتميز وقع عليك ايه. مش كله بيعرف يعمل كل حاجه. تقول لي دي حاجه عاديه، ايه يعني يتفرج على النت يقعد بالخمس ساعات؟ انت قادر تقعد 5 ساعات او تقعد فتره وقادر ان انت بعديها تقف وتصلي، ربنا يبارك لك، لكن غيرك مش قادر. وما ينفعش اللي مش قادر ده يقول يا رب طب انا ليه بتفرج اتعب؟ ليه مش عارف اتعب؟ ما غيري ما بيتعبش. بتاعتك لغايه ما تقدر تقف على رجليك انت محتاج تحترم ده، لا تعترف بده. ذهنك احنا بنقعد ننكر، بس انت في الاخر لازم تعترف ده، لان الانكار الذهن بقى يحاول يعمل نوع من انواع الانكار. يعني ايه نوع من انواع الانكار؟ هديكم مثل عليا. انا الضغط قعد فتره فترات يلعب، قلت لا هي وقت كده وهتصلح الضغط، وقت وكده ويتظبط وبتاع، دي حاجه مش عارف مين وحاجه مش عارف مين. طب ما بيتصلحش، ما بيتظبطش، يتظبط يوم ما يتظبطش بعد كده.
لغايه ما اذا انا عندي مشكله في الضغط. لما اعترفت خلاص هضطر ان انا ايه؟ اتعامل. شوف بقى هتعمل ايه، تاخد دواء، تكشف، تعمل، تسوي. فلو انا قعدت انكر انا ما فيهاش الحاجه دي، انا زي بقيه الناس، هم قادرين يعملوا انا اقدر اعمل. لو قعدت انكر واقول انا زيهم وما احترمش الحته اللي عندي او ما اعترفش باللي عندي، انا حرمت نفسي ومنعت عن نفسي ايه؟ ان اتساعد. انا كنت محتاج اقف قدام ربنا اقول له يا رب انا عندي مشكله في الحته الفلانيه، انا واضح ان انا مش قادر في ذهني من جوايا، مش قادر اقبل ان هم يفرحوا وانا ازعل، مش قادر واضح ان نجاحهم ما ريحنيش، واضح ان انبساطهم وفرحهم ما بسطنيش. هو انا حاسس من جوايا يا رب ان انا مش قادر افرح لفرحهم او ازعل لزعلهم، مش قادر قوي. دي في حتت كده عميقه جوايا يا رب انا مش قادر ان اعملها. انا النهارده رحت الفرح فرحان لها، لكن انا من جوايا مش فرحانه قوي. لو انا ما ادركتش اني مش لازم ما اظهره هو الحقيقه العميقه اللي جوايا، مش هقدر احطها قدام ربنا واصلي من اجل ربنا ان يبص ليها. مش هقدر اروح لاب اعترافي والمرشد اقول له يا رب ساعدني، انا واضح ان في حته من جوايا، انا واضح ان في حته غيره او ذات موجوده جوايا انا مش عارفها. لو انا دماغي مش قادره تلقط اللي من جوايا. الفريسي اللي واقف يصلي ما كانش كذاب، بس هو مش لاقط ان في روح كبرياء موجوده جواه، مش لاقط دي، مش قادر يميزها. لو انا ذهني مش قادر يميز هصدق اللي الناس بتقول عليا. الناس بتيجي تشيد بيا في حاجه، في نجاحات ما، في عمل حاجات. انا لو خدت كل الصوره الحلوه اللي انا بظهرها للناس اتردت لي، لو انا خدت المردود ده واقتنعت بيه انا فعلا كده، هلاقي نفسي متدمر. يعني انا لو قبلت وصدقت اللي الناس بتظهره، لا انا حقيقه مش كده، انا مش بالسويه اللي بتمناها ولا بالنضج اللي بتصوره ولا بالحكمه اللي بغرق بيها الناس. انا مش كده. انا لازم من جوايا اميز ده، ابقى فاهم ده، دي حقيقتي. لازم ابقى عارف الحقيقه فكره الدعوه بالحقيقه. مشكله ربنا مع كل الناس، كل اللي اتعامل معاهم ما كانش عنده مشاكل خالص مع كل انواع الضعف. مشكلته مع الفريسيين والكتب ان هم غير معترفين ان هم ضعف، ذهنهم كان خلاص وعدو خير جه ملك على الموضوع ده. حته تاني من ضمن الحروب اللي بيتحارب بيها في موضوع الذهن، حرب. انا طبعا مش بروح للحتت ان انا اقول عليها وحشه، يعني مش بقول على الذهن الشرير او الذهن اللي ما عندوش ايمان. طبعا كل الكلام ده حقيقي تماما، بس انا يعني بحاول اغطي مناطق تانية، تمام. لكن مش بلغي ان في عمى اذهان. الذهن ده في حد ذاته يتعمل عليه مؤتمر، يعني مش كلمه يعني. بس انا بحاول اغطي بعض الحاجات المختلفه. من ضمن الحاجات اللي ما بناخدش بالنا منها الذهن المشتت، ما بيركز في مستويات في كده. وعلى فكره انت مش ذهنك بيتشتت في فكره وحشه، يعني انت مش بتكلم على الناس اللي بتفكر افكار شريره، لا، بس بتكلم على اللي هو قادر ان عدو الخير نتيجه المشغوليه تروح قداس ذهنك ايه؟ مش في القداس، مش عارف يركز. عندك حاجات بعد القداس وعندك مواضيع شغلاك، والسهره امبارح كان فيها حاجات ذهنك مش قادر يركز حتى وانت قاعد في وسط التمانيم. انا كنت في مره من المرات كنت احب اجي بعد فتره التمانيم اقول لهم احنا رنمنا كام ترنيمه، طب الترنيمه الفلانيه ايه اكتر حاجه عجبتك فيها؟ يعني فهو هتلاقي ان انت ايه ده، هو انا مش فاكر قوي احنا رنمنا كام ترنيمه، وفي نفس الوقت الترنيمه طب ايه هم، انت اساسا ممكن تبقى عندك مشكله. طب ولو انت قلت ايه اللي عجبك في الترنيمه فتحس طب ما انت كنت بترنم، يعني انت كنت بترنم.
انا عايز اقول لكم لو احنا ركزنا في كلمات ابانا الذي هنكتشف ان في بعض الحاجات اللي بنقولها في ابانا الذي من واحنا صغيرين مش مدركين لمعانيها، او ما ركزناش فيها كده، او ما كناش واخدين بالنا منها كده. ففي حته التشتيت دي بشكل او باخر بنتصاب بيها. ده مستوى ان عدو الخير مش هيجي يقول لك ايه، لا مش بقول لك ان انت فكر في افكار شريره، بس خلي ذهنك مش حاضر. يعني ما تستمتعش، ما تاخدش الحاجه دي، ما تاخدش بركتها، ما تعيشهاش. انا عارف كويس ان انت لما تكون موجود في القداس، ولما تعيش القداس بكل لحظاته بكل كلماته بكل صلواته، عارف كويس جدا انك هتطلع مختلف. انا بحس دايما ان اضطرابات العالم تقف عند حدود القداس. يعني انت وانت بتحضر القداس انت في حته تاني، واشكر ربنا ان حافظ على الكنيسه بقدسيه القداس بالحانها باجواءها، مش من ضمن الحاجات اللي بقت مودرن، يعني ما لعبوش فيها، حافظوا على قدسيتها. ففعلا القداس في حته تاني، بس انت تروح القداس ياخدك. طب ما انا لسه اساسا ما كنتش مشغول الانشغال ده. يعني انا لو في نفس التوقيت في الشغل ذهني ما بيبقاش مشتت بنفس بالطريقه زي ما انا في القداس، عشان انا بتلقى، عشان انا مش عارف مين. لا، اشتغل على ان انت تصلي الصلوات بصوت عالي، اشتغل على ان انت حتى لو حاجه جت في ذهنك صليها بصوت عالي، حولها لصلاه مش سرحان بس. اعمل اي حاجه. انت لو واعي ان انت بتسرح، هات نفسك كل شويه. بس انا مش بس دي القضيه، مش ده المستوى اللي انا جاي اتكلم عليه. في حته في الذهن في التشتيت، الاحلام بتاعتنا اللي واحنا صاحيين مش واحنا نايمين، ليها زي احلام اليقظه. عارفين لما كنت زمان لما تيجي تتفرج على فيلم اجنبي، ولو عشت ده انا عشت، يعني اتفرج على فيلم اجنبي بالليل مثلا في اجواءه صوته دنيته واحداثه، تحس نفسك دخلت جوه الفيلم. فتيجي تكتشف كده ايه، دخلت جوه وخدت من مشاعره كده. فتحس ان انت بتتفرج على الفيلم كده خدك، وبعد كده ايه، حد يولع النور او ولعت النور وكده، ايه ده، انت يرجع تاني لارض الواقع بتاعتك. الميديا قوتها في كده، ان هي بتيجي تاخدك في عالم تاني، قصه تانيه، تعيش جوه القصه دي الميديا. بس هي في الاساس في الحياه اللي سايب ذهنه للاحلام، حلم البطوله، حلم واقع تاني مختلف، تتخيل نفسك في احداث تتمناها او نفسك تكون فيها، او يعني هي نفسك تكون هذا الشخص بهذا الجمال، بهذه القوه، بهذا الحزم، هذه الشخصيه. دي مشكله فيها يعني. انا على اللي بهدي على نفسي وبطبطب على نفسي وبقضي وقت حلو كده، مش المشكله فيها. يعني مش المشكله في الاحلام، مش المشكله ان انا اتخيل نفسي في وضع اجمل، في شخصيه اجتماعيه اكتر، شخصيه قياديه اكتر، في مواقف حازمه جدا، في قرارات صاحبه قرارات قويه وحازمه، في قصص حد قادر يبقى قوي وقادر ياخد حقه. مش المشكله في الموضوع ده، المشكله اني لما بتيجي ترجع لارض الواقع كانك بتتهبد. يعني الواقع بتاعك مختلف تماما عن القصه اللي انت عشتها في خيالك. فاللي بيحصل ايه، بيبقى في نوع من انواع الاحباط، انت مش عايش اللي كنت تتمناه. ونتيجه ان انت مش راضي كفايه، منتهى البساطه يعمل ايه، يخلي ان الواقع مش ماشي في رحله التطور المطلوبه منك. هتطور ايه، الصوره بعيده عن اللي انت عايشه. هتطور ايه، تيجي تسال زمان، تسال ولد كده او حد تساله تقول له هو انت في البيت، يقول لي لا، البيت انا في الخدمه حاجه وفي البيت حاجه. ليه؟ ما اقدرش اقول لهم في البيت اللي انا بقوله في الخدمه. ليه؟
تقدر تدور 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 تلاقي ان احد الاسباب لان تصوراتهم عني وعشان عشتنا مع بعض طول حياتنا ما تؤهلش ان انا اجي اقول لهم الكلمه او الكلمه اللي الناس ممكن تكون مستنياها مني بره. خلاص احنا عكينا هم شايفيني في كل احوالي من ضمن الحاجات يعني. فانا نفس الكلام، التصورات دي بتبقى بعيده عني. الذهن هنا بيعمل ايه؟ بيحاول يهرب لصوره احسن ليه. بس الحقيقه بتقول ايه؟ ان ده بيخليك بعيد عن ان انت تتطور دلوقتي. وخلي بالكم ان دي من ضمن الحاجات اللي بتشجع على ان هي تجري معايا على الفيس، او الفكره اللي نعمل تعمل ايه؟ سكرول، انك تفضل تعمل كده حاجات سريعه، حاجات كذا، وتدخلك في اجواء وتدخلك في كذا، وكل ما تقول يلا هنمشي تلاقي ان حاجه بتشدك اكتر، حاجه بتشدك اكتر. هبطل اعمل ايه؟ يعني هوقف ده ليه؟ هروح لايه انا حابه؟ ما لو انا في حاجه بعملها بشغف، في حاجه انا بعملها حلو، في هدف، هلاقي ان انا الحاجات دي هضطر اسيبها. مره حد على الفيس طلع في ريلز قال كده، قال ايه؟ قال خلي بالك اللي بيعمل ريلز ده عايز يخليك من ضمن المشاهدين، بس خلي بالك هو عايزك تقعد قدامه، بس هو هيسيب الريلز ويعمل حاجات تانية مهمة ليه. يعني هو نفسه الشخص اللي طلع لك ده هيسيب اللي في ايديه بعد كده ويعمل حاجة تانية مهمة ليه. فمن ضمن الحروب اللي ممكن عدو الخير يجي يحارب ويعمي بيها عيني، ان يحاول يخلي الواقع بتاعي مكروه، فاهرب بذهنك، فيخلي ذهنك مش موجود، مش قادر يركز. وده يخليك في حد ذاته يقعد تعمل ايه؟ ما تتطورش. المفروض تتطور، المفروض تمشي، ركز كده هتعمل ايه؟ اعمل بلان ويلا ركز. كل شوف انت عايز تتطور في ايه؟ ايه اللي نفسك فيه؟ تيجي تقعد كده مع نفسك. انا عن نفسي اقعد مع نفسي اقول انت عايز ايه؟ عايز ارجع تاني للقرايه. يا ده انا كنت بقرا قرايه، ده انا ليا بطولات في القرايه. عايزك ترجع تاني للقرايه. نفسي ارجع للقرايه وتتطور شويه كده في العلم الفلاني او في الحاجه الفلانيه. نفسي اعمل ده فعلا. والاقي جوايا كده ايه؟ والرياضه، انت ناسي ان انت بقيت كسول شويه، انت محتاج ترجع تاني للرياضه. ايوه فعلا محتاج ارجع تاني للرياضه. وفي نفس الوقت انت مش نفسك تعمل كذا روحيا ونفسك تعمل كذا روحيا. ايوه انا نفسي اعمل ده كمان فعلا روحيا واستغل حتى فتره الصوم في الحاجات دي كلها. طيب ومش نفسك كمان، انت خلي بالك ان انت مقصر في شغلك شويه، مش نفسك كمان تطور نفسك في الشغل شويه؟ ايوه فعلا انا نفسي اعمل كده. طب اعمل ايه؟ يعني في الاخر هعمل ايه؟ انت بتشد في مين الحاجه، فاعمل ايه؟ امسك الموبايل وامسك بقى واسيب كل ده واعيش بقى. فهتكتشف ان من ضمن الحاجات اللي بيسرق بيها حياتك هي الذهن اللي ايه؟ اللي هو مش مركز. فمش بس ان انا مش قادر اعيش ان احنا قاعدين هنا، فمش قادر اعيش الكلمه، مش قادر اعيش القداس وبسرح وكلام من ده. مش بس المستوى ده كمان على المستوى الواقعي. حاول يهرب لأحلام جميلة أو لشخصيات قوية، بس أرض الواقع ما تكونش كده. الخوف منين بقى؟ إن علم نفس مرة من المرات قال جملة فظيعة، قال جملة يعني ما نسيتهاش، قريتها من زمن طويل جدا. قال لك لا تستطيع أن تستدعي شخصية في حياتك قد بددتها في أنصاف الحلول والمبررات. يعني اوعى تفتكر انك هيجي في يوم من الايام التصور بتاعك اللي انت كنت بتحلم بيه، يعني اللي انت بتحلم ان شهداء ليبيا لما جم قالوا لهم تؤمن تنكر المسيح، قالوا لا، وكلهم خدوا كده. فانت متخيل ان هي في الوقت ده انت هتكون ده، ساعتها هتقول لا، ان انكرك الجميع انا لا انكرك. ده التصور، شخصيه في ذهني، شخصيه في ذهني. على ارض الواقع ربنا عايز يقول ايه؟ لا ارجوك، انا صليت ان لا يفنى ايمانك. هو الشيطان مزمع ان يغربلكم. ايه اللي هيغربلكم؟ هيخبطك خبطه في نفسك تشوفهاش، انت مش كده. بس دي كانت تصوراتي، ان كل الناس هيسيبوا انا اللي هبقى مع المسيح. وربنا عارف ان جواه محبه، هو عارف حبه، بس هيتخبط خبطه في نفسه غير عاديه. عشان كده هو حب يديله رجاء ان انا بص انا عارفك وبقول لك، وانت متى رجعت ثبت اخواتك. فاحنا ده الموجود، ان انت ممكن تعيش في خيالات
لما تيجي على ارض الواقع تدوق لحظه من لحظات المواقف اللي انت ممكن تتخيلها، تكتشف ان انت مش فيها نفس اللي كنت في ذهنك، يعني تصوراتك او في احلامك، فتتصدم. اخيرا احنا محتاجين نبقى واعيين كويس جدا ان الحقيقه، احنا مش محتاجين نهرب من الحقيقه بكل صورها، ان كانت في نفسنا او ان كانت في واقعنا. احنا محتاجين نتعامل مع الحقيقه ونحطها قدام المسيح. الموضوع مش موضوع مشاعر، مش مشاعرك الحلوه الانسانيه. بصوا، انا اكتر واحد قاتلت من اجل المشاعر الانسانيه، واسمي للانسان فوق كل شيء، بس المشاعر الانسانيه لوحديها غير قادره على الصمود. يعني انسانيا انت غير قادر على الصمود. نعمه ربنا. يعني حتى اللي هتبتدي مشاوير فيها نوع من انواع الانسانيات، نعمه ربنا وستره، عشان لا تستغل ولا تستغل. فاحنا محتاجين الحقيقه. انا هاخد نفسي بعبلي، دي حقيقتي، ونشكر الله ان هو يقول لك ايه، عامله زي الخشبه الغطسه تحت الميه، عايزه تطلع وتقول لك انت مين، بس انت اسمح لها. ومن رحمه ربنا عليك ان مش عايز يقول لك كل حاجه عن نفسك، انت واحده واحده هتبتدي تدرك. بس انا محتاج اخد الحقيقه. انا في الحته دي صح، وفي الحته دي انا في الحته دي قوي، في الحته دي ضعيف. انا محتاج اروح بدار ربنا. انا مش محتاج غير الحقيقه. انا محتاج اقف قدام زي العشار كده، اقرع صدر اقول اللهم ارحمني انا الخاطي. انا مش جاي لك احكي لك عن اي مظاهر، انا جاي احكي لك عن حياتي، عن الاسباب الحقيقيه وراء كل المشاكل، وراء كل معاناتي. انا مش جاي اقول لك انا عايز استمتع بالحياه، بس انا عايز اقول لك ان انت يا رب عايزك تشفيني من معطلات استمتاعي. مش عايز اقول لك على مشاكل الناس، انا عايز اكلمك عن اللي انا مش قادر احتمالي والطريقه اللي ببص بيها للامور. عايز اكلمك يا رب عن ليه مؤشر الترددات اللي في ذهني. احنا اتفقنا ان عامل زي الراديو. ليه ذهني ده ليه تردداته جايبه لقطه صور معينه هي اللي رايحه لها. يا رب ارجوك الترددات اللي في ذهني دي محتاجه تتغير. طريقه تناولي للامور، طريقه تفكيري محتاجه تتغير. واخد الكلام ده واروح بيه للمرشد بتاعه واقول له دي حقيقه، انا عايز اطور ده. انا مش عايز اعيش كده، ومش عايز اكمل كده، مش عايز استسلم ده ان انا اهرب لتخيلات تانية. انا عايز اعيش الواقع بتاعي. انا عايز ارضي تثمر. مش عايز اثمر في خيالي فقط، ولا تكون مظاهر الثمر ده اللي الناس شايفاه من بره، لكن هو من جوايا قبور او مش بنفس الحلاوه دي. الحقيقه والوعي ان لا بديل عن هنا ودلوقتي. هنا اللحظه دي هعيش اللحظه دي ودلوقتي، وهاخد بالي كويس جدا ذهني بيوريني لفين، واللمبه تنور اول ما بشك في النوايا اروح اكشفها قدام ربنا، واروح اكشف قدام اب اعترافي. انا خايف من نفسي في الحته دي. احنا محتاجين نخاف من نفسنا في كده. من ضمن الحاجات اللي بيكتبوها للناس اللي هم بيبقوا شفيوا او مشوا في خطوات الادمان، ان هو يقدر يقول لك انا بتاع ده مدمن معافى. يعني بعد ما يشفى بعدد من السنين يفضل يقول انا مدمن معافى، ما بيقولش ان انا شفيت. والكنيسه حاربت الفكره دي. ربنا شفاك، ازاي تقول على نفسك كده في بعض المناطق يعني. بس هو عايز يقول لك ان انت خليك فاكر ان انت ما زلت تحت الضعف. مش معنى ان انا بطلت ان انت غير قابل للسقوط. فتفهم كويس جدا ان الارض اللي مهدت فيك قبل كده وارد جدا تتمهد فيك قبل كده. فيفضل ذهنك متواضع، لا تتعالى، ما تتعالاش على الحاجات وما تتعالاش على اي ضعف. الحقيقه بوابه من بوابات التواضع. بس كفايه كده يعني، مش عايزين نقول كفايه استرسال يعني. طبعا مش ده بس حروب الذهن، انا اسف، هم حاجات صغيره خالص، لكن في حاجات كتير. بس ربنا يدينا ان تكون افعالنا تتناسب مع الحقيقه اللي موجوده جوانا، وتقل الفجوه
ما بين المخفي والظاهر، لان كل ما هتقل الفجوه دي كل ما الشخصيه هتكون في سلك النمو والتطور والنضج. كل ما تبعد الفجوه ما بين الخفاء والحاجه اللي ظاهره كل ما يصعب على الشخص ان هو ينمو. عشان كده كنت بتكلم على الحريه. الحريه مش ان انا اعمل اللي انا عايزه، طبعا اكيد انتوا عارفين كده يعني، بس الحريه من ضمن الحاجات الحريه ان القيود الداخليه، هي مفيش كلمه هتوفيها يعني، بس القيود الداخليه اللي هيخليك لممارساتك الطبيعيه تال، والقيود اللي بتخليك مش عارف تستمتع تال، تستمتع بالامور اللي ربنا خلقها ليك. حاجات كتير يعني مش عايز اخش في كده برضه، بس ربنا يدينا كلنا حياه افضل ويفهمنا ويوعينا ويحفظنا فيه. ومهما مش عايزين نيجي في يوم من الايام نقول ايه اصل الشخص ده دماغه مسوحاه، عارفين دماغه سحلاه دي ودماغه مسوحاه دي. فربنا ما يديناش ابدا ان دماغنا تودينا في حتت بعيده او حتت مش موجوده او حتت. الى لنا كل المجد للابد. امين.